حاجه وحشه قوي بتحصل في بيت رجاء الجداوي النهارده، عشان تبقى عارف ذكرى وفاه رجاء الجداوي، وده انسب وقت نتكلم فيه عن المشكله اللي ما اظنش ابدا انك انت كمان تقبلها. رجاء الجداوي اللي اكيد مش محتاجه رايي انا عشان اقول لك انها ملكه الاناقه الله يرحمها. ضلي طول عمرك شيك جدا، مش اوعي تفتكر ان انا بقول لحضرتك شيك على اللبس بس، لا والله شيك في كل حاجه. ربنا يديك الصحه. تشكر. رجاء الجداوي اللي كلنا بنتفرج عليها من واحنا اطفال. متهيألي إني شفتك قبل كده. لا يمكن أنسى الوش الجميل ده والابتسامة الحلوة والشعر الحرير. رجاء الجداوي دلوقتي عايزاك توصل صوتها، وعشان تعرف الظلم اللي وقع عليها الله يرحمها لازم اكلمك عن مشروع عاشا هنا. عاشا هنا مشروع عملته وزارة الثقافة عشان توثق أماكن سكن النجوم اللي هم الفنانين والسياسيين ورجال الدين وغيرهم، وده عشان تبقى ماشي تقول ده بيت سعاد حسني وده بيت عبد الحليم وده بيت السادات، تبقى ماشي في وسط تاريخ كده. بنت رجاء الجداوي لما اليافطة دي اتحطت قدام بيتها طلعت وشكرت وزارة الثقافة وقالت الحمد لله الناس بتقف قدام اليافطة دي وتترحم على الله. لحد هنا حلو تمام؟ قول تمام. 5-6 شهور تقريبا اليافطة دي ما بقتش موجودة قدام بيت رجاء الجداوي، ولما سألت قالوا لي إن وقوف الناس المتكرر ما كانش عاجب ناس تانية. طب ليه يا أخي ما تسيب الناس تترحم عليه؟ فالسؤال هنا لو اليافطه كانت وقعت ما تركبتش ليه؟ ولو كانت اليافطه ضاعت وزاره الثقافه ما اوجدتش بديل ليه؟ لو حتى فعلا ما اتشالتش واتنقلت مثلا لبوابه خلفيه عشان تتدارى، فهل ملكه الاناقه تتدارى؟ يا ريت بقى تشير الفيديو ده وتمنشن اي حد تعرفه من وزاره الثقافه وتقول له احنا مش عايزين اي حاجه لنفسنا، كل اللي احنا عايزينه يافطه صغيره تتعلق مكان اللي فاتت وعشان الناس ترجع تترحم عليها بس. تمام؟ قول تمام بقى. شوفي الموت علينا حق، محدش عارف مين هيموت امتى ولا بتاع، ولكن الفراق صعب قوي قوي.